تخيل تبقى رايح تحضر حفلة تخرج بنتك الوحيدة، والمشكلة مش في التخرج، المشكلة إنك هتضطر تشوف وش طليقتك اللي انت مش طايقها. عم ديفيد ده بقى واقف بيفضفض لواحد صاحبه الصبح وبيقوله إن بنته ليلي بتتخرج، وطبعا الحضور إجباري. المشكلة فين؟ إنه هيتصدم بطليقته جورجيا اللي من يوم ما اتطلقوا علاقتهم عبارة عن شد وجذب وتقطيع في فروة بعض. ليلي العاقلة اتصلت بيهم وقالت لهم: بصوا بقى، أنا ظبطت الكراسي علشان تقعدوا بعيد عن بعض في الحفلة، تمام؟ ووعدوها إنهم هيبقوا ناس كبار وعاقلين. لكن تيجي إزاي؟ القدر بيحب يهزر معاهم، يروحوا الحفلة يلاقوا نفسهم لازقين في بعض في الكراسي، وطبعا قاعدين بيغلوا من جواهم. تاني يوم العيلة الكريمة بتودع ليلي وصاحبتها المطرقعة اللي اسمها رين، كانوا في المطار علشان طالعين رحلة مكافأة لبالي لمدة 3 شهور. رحلة بريئة جدا، مش كده؟ دي اللي هتقلب حياتهم كلهم. في بالي البنتين كانوا بيعوموا مندمجين، فجأة اكتشفوا إن مركب الرحلة بتاعتهم سابتهم ومشت، وهما بيفرفروا في المية بيطلع لهم فجأة شاب حليوة اسمه جي دي على المركب بتاعهم وبينقذهم. وليلي من أول نظرة وقعت لشوشتها ونسيت صاحبتها وكل حاجة في الدنيا. بالليل عزموه على بار علشان يشكروه، وهناك ليلي عرفت إن جي دي شغال إيه؟ مزارع طحالب. أيوة، طحالب بحرية. وبحركة متهورة وليدة اللحظة قامت قبلته. تاني يوم الصبح راحت له البيت وعلمها إزاي تحصد الطحالب. وفي اللحظة الرومانسية دي وسط الطحالب، ليلي لقت نفسها دايبة فيه وعرفت إن دي مش مجرد أجازة. نقدم الزمن 37 يوم. جورجيا في أمريكا وبيجيلها تليفون من ديفيد بيقول لها: شفتي إيميل بنتك؟ تفتح الإيميل تتصدم، ليلي هتتجوز مزارع الطحالب بكرة. تاني يوم جورجيا بتاخد طيارة لبالي علشان تلحق المصيبة، وتركب الطيارة تلاقي مين راشق جنبها؟ ديفيد. ايه الصدف دي يا ربي؟ وطبعا علشان الطيارة مليانة مفيش مكان يغيروا الكراسي، وقبل ما يطيروا بيظهر بول حبيب جورجيا الطيار الشاب الفرفوش علشان يودعها ويقبلها، وديفيد قاعد بياكل في نفسه من الغيرة. لما وصلوا بالي قرروا يعملوا تحالف الشر. الاتنين مش مقتنعين إن بنتهم تتجوز صغيرة كده وخايفين تطلق بدري زيهم. ركبوا ميكروباص محلي مع ليلي ورين وراحوا بيت جي دي اللي عيلته كلها متجمعة علشان الخطوبة. ديفيد بياخد جي دي على جنب وبيديله الخلاصة: الجوازة دي يا ابني بعد 5 سنين هتبوظ وهتطلقوا زي أنا وأمها. جي دي سكت ومردش. في الغدا والد جي دي بيقول لهم إن الفرح بعد 4 أيام حسب التقاليد. ديفيد وجورجيا سابوهم وقعدوا يخططوا ازاي يبوظوا الليلة دي. راحوا الأوتيل وعلشان النحس شغال لقوا الأوتيل كومبليت، واضطروا ياخدوا أوضتين لازقين في بعض. بالليل ديفيد قاعد على البار مهموم، قعدت معاه رين صاحبة بنته وفضفض لها عن سبب الطلاق، وقال لها إن الشغل كان واكلهم قوي والخناقات زادت، فقرر يبني لجورجيا بيت أحلامها على بحيرة عشان يصلح العلاقة. قام البيت مولع وواخد العلاقة معاه، ومن ساعتها اتطلقوا، بس ديفيد لسه بيحبها من جواه. تاني يوم ديفيد بيقول لجورجيا على خطة في منتهى الذكاء. في طقس بالي لازم دبل معينة تتلبس، ولو الدبل دي ضاعت الفرح هيتأجل. الدبل دي مع مين؟ مع بنت أخو جي دي الصغيرة. جورجيا راحت للبنت وعملت لها نمرة سحرية، وفي خفة يد هوبا لهفت الدبل في جيبها. طبعا جي دي اكتشف إن الدبل اختفت، وبص لديفيد ولجورجيا بنظرة أنا عارف إنكم انتوا اللي خدتوها. وحذر ديفيد في السوق بالليل وقال له: بص يا حماية العزيز، أنا قارش ملحتك وعارف إن الخواتم معاك، رجعها بالذوق بدل ما ليلي تعرف إن أبوها الحاج حرامي وتعمل منك شاورما. ديفيد طبعا خد الكلمتين ومشي، وقفاه قمر عيش لحد الفندق. وديفيد حكى لجورجيا، والست طبعا قلبت دراما كوين وغرقت في بحر الندم. وفجأة المزيكا الحزينة اشتغلت، وافتكروا أيام الطلاق السودة وقلبوها خناقة تاني كالعادة، شغل مطلقات أصلي يعني. تاني يوم الصبح ليلي قررت تشغل أبوها وأمها عمالة يومية في حصاد الأعشاب البحرية، وكانوا غرقانين في الطين، فالقلوب صفت واعتذروا لبعض وقلبوها مسابقة مين يجمع طحالب بحرية أكتر. جورجيا ضحكت وقالت الحمد لله إنها مش مسابقة بجد. أيوة يا أختي، اتمسكني لحد ما تتمكني. راحوا اشتروا خواتم جديدة وعملوا مراسم ميداتا، وده طقس بالي التقليدي. بالليل بقى ليلي حبت تعمل قعدة صلح، فاقترحت لعبة شرب، والنتيجة إن الكل سكر، وديفيد وجورجيا بصوا لبعض بصت إحنا لسه بنحب بعض ولا إيه؟ المفاجأة الصادمة إن جورجيا صحت الصبح لقت نفسها نايمة جنبه في السرير، يا واقعة مربربة. وفجأة بول الخطيب الغلبان وصل بره الأوضة،
فجورجيا نطت من الشباك الخلفي، وديفيد عمل تشتيت انتباه لبول لحد ما طلعت كأنها لسه صاحية بكرامتها. بول قرر ياخد أجازة والكل طلع رحلة للكهوف، وهناك بول نزل على ركبة ونص علشان يطلب إيد جورجيا، بس القدر كان ليه رأي تاني. تعبان قرصه، بول وقع مغمى عليه قبل ما يسمع الرد، واتنقل للمستشفى في مشهد كوميدي بامتياز. في المستشفى بول ضغط على جورجيا علشان توافق، بس ليلي قفشت على مامتها وقالت لها: يا ماما انت ست قوية، هتتجوزي عيل أصغر منك ليه؟ عايزة تعيدي نفس الغلط؟ فجورجيا اتصدمت وطلعت وراهم للجرف، وهناك اكتشفوا إن المركب بتاعت جي دي ضاع منهم واتحبسوا على الجزيرة. وبعد كده المهام اتوزعت، الستات يولعوا نار والرجالة يدوروا على أكل. القنبلة بقى إن ليلي لقت الخواتم المسروقة في شنطة مامتها، طبعا قلبها اتكسر. وديفيد وجورجيا بدل ما يلموا الموضوع كملوا خناق ولوم. ولما الدنيا مطرت حصلت لحظة تكشف كل حاجة. جورجيا اعترفت إنها كانت أنانية، وديفيد هدي شوية. ويوم الفرح ليلي فجرت مفاجأة وقالت: أنا مش عايزة بابا وماما يحضروا الفرح. بس طبعا الأمومة انتصرت وجورجيا اعتذرت والفرح تم، وديفيد ادى البركة لجي دي بقلب صافي. وفي النهاية جورجيا رفضت عرض الجواز بتاع بول. يا حرام يا بول. وديفيد ارتاح نفسيا. وهما ماشيين بالمركب علشان يسيبوا بالي، بصوا لبعض وقرروا إن بالي لسه فيها حاجة حلوة، فنطوا في البحر ورجعوا لبعض تاني. باي باي.